عندك ورم في الغده الدرقيه وحيران تاخد عينه ولا لا؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم دكتور عبد الوهاب رأفت، استاذ جراحه الاورام بالمعهد القومي للاورام جامعه القاهره. استكمالا عن حديثنا عن اورام الغده الدرقيه، الفيديو النهارده ان شاء الله هنجاوب فيه او مخصصينه للاجابه عن سؤال معين: هل يا دكتور ناخد عينه من الغده الدرقيه ولا لا؟ ولو هناخد العينه ناخدها امتى وناخدها ازاي؟ مبدئيا عينات الغده الدرقيه غير دقيقه بنسبه 70%، وبنعتمد اعتماد كلي على السونار وعلى تصنيف السونار للورم اللي موجود جوه الغده الدرقيه، وبالتالي العينه مش هتاثر قوي على القرار الجراحي اللي انا باخده. امتى ناخد العينه وناخدها ازاي؟ بناخد عينات في حاله ان لا قدر الله الورم اللي في الغده الدرقيه يكون منتشر في الغدد الليمفاويه اللي في الرقبه، وساعتها العينه هتتاخد من واحده من الغدد الليمفاويه اللي موجوده في الرقبه. ساعتها دقه العينه بتوصل ل 100%. مش بس كده، لا دي بتفرق معايا كمان في تحديد نوعيه العمليه الجراحيه اللي بعملها للمريض. هل بستأصل فقط الغده الدرقيه ولا بستأصل الغده الدرقيه والغدد الليمفاويه اللي موجوده في الرقبه؟ وده هيفرق مع المريض، هل هياخد بعد كده يود مشع ولا مش هياخد يود مشع. وربنا يتمم شفاكم على خير ان شاء الله.